تحياتي لكم يا جماعة. نقول بسم الله لوجه الله، نصيحة أو كلمة دينيا أخلاقيا اجتماعيا ونفسيا، اللي هي مضمونها بيقول بلاش نقول أي كلام وخلاص، وأحسن لنا نبعد عن البلاص قبل ما الفاس تقع في الراس. يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهمين؟ طيب مثال توضيحي، او خلينا نضرب مثال كده ونقول صحيت من النوم او صحيتي ماليش مزاج اركب العربية، وخدت قرار ان انا النهاردة مش هتحرك بالعربية تماما، ومش هدورها اصلا ولا حاجة جنبها. فاللي يسمع الكلام ده يجي هو متخيل ان هو عايز يهون عليك ويقول لك ايه ده، هو انت معكش رخصة؟ هو انت ما بتعرفش تسوق؟ هو انت اول مرة؟ هو انت خايف تركب؟ هو انت مش عاوز؟ هو انت مش حابب؟ طب لوحدك؟ طب تعمل ايه؟ طب لو في عربية؟ ويدخلك في سيناريوهات وحكايات وروايات يعني لا يعلمها إلا الله، ويفتح على نفسه وعليك أبواب اللي هي أصلا مش مفهوم يا جماعة. يعني ما بنهونش، ده أنت بتزيد يعني بترمي البنزين على النار زي ما بنقول، أو بتزيد الطينة بلة أو بلل. فبلاش نقول طيب ربنا يهويك، طب يعني أعدي عليك. نعدي الموضوع بشكل تاني كده، عارف اللي هو ايه؟ مش عايزين نبقى يعني لطاف خفاف، ولكن ده بالعكس. او ننقي الوقت المناسب والكلام افضل، وربنا يسترها علينا جميعا، والحافظ والحامي هو الله. شكرا لكم.